طيب السلام عليكم اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جاي لك قلب اخوك فيديو جديد المره دي من قناه تركان كاستر. تمام، بند حظر ارقام جديد ونار. تمام، بس الاول يا صاحبي لو انت مش مشترك عندي في القناه انزل اعمل شكل القناه وفعل زر الجرس وحط كومنت للفيديو. مش طالب مني اكتر من كده. خش اشترك في قناه تليجرام بحذر فيها ارقام هناك، واللي عايز يبعت رقم محظور ابعتولي هناك في قناه تليجرام. تمام يا اخوك، تمام يا قلبي. تمام، بس مش محتاج منك اكتر من كده، اللي هو صلي على النبي الاول والسلام وتشترك في القناه بس. اقدر اسيب لك كل حاجه في وصف الفيديو، لينك النسخه العكس اسيبها لك في وصف الفيديو. تمام، وام تي مانجر للاستنساخ كمان اسيبها لك في وصف الفيديو. تمام يا قلب اخوك، تمام. دلوقتي يا قلبي اجيب لك بند حاضر جديد ونار بيطير في كام، في قد ايه؟ في اقل من 10 دقايق باذن الله الرقم هيكون طاير. تمام، وهتقول لك الرقم في قلب الفيديو. انا جايب النسخ، يعني مش جايب نسخه واحده اقول لك الشرح عليها واقول لك انت تحذر، لا انا جايب لك الشرح اهوت وكل حاجه. تمام، وانت هتحذر ارقام ان شاء الله بعد الفيديو ده. تمام يا اخوك، تمام. دلوقتي البند ده من كام نسخه؟ البند ده من 6 نسخ للارقام الاعمال. انا دلوقتي هحذر رقم، بس رقم ايه؟ رقم اعمال. طب البند شغال اعمال بس؟ لا يا قلبي، الرقم مش شغال الاعمال بس، الرقم شغال الاعمال ومتجر. تمام، بس المتجر انت كل اللي عليك بتزود نسخ اكتر فيه بس، فاهم؟ يا ريت يكون اساسي، فاهم؟ وكده فلو انت بتزود نسخ اكتر بس مش اكتر. تمام يا اخوك، تمام. وزادة الابلاغات هيطير معاك متجر برضه، بس انا دلوقتي هحط لك رقم اعمال عشان الارقام بيطير اسرع. تمام، طب نخش كده على النسخه نشوف الشرح. تمام يا اخوك، خش على نسخه العكس. طبعا انت هتسجل على رقمك او على انت شو هتعمل ايه. بس البند شغال من كام؟ البند شغال من 2 اساسي. تمام، ولو باقي وهم عادي. تمام، لكن انا شغال بالتلاته اللي فوق دولت اساسي والتلاته دول وهمي عادي برضه. كل ما انت بتزود في الوهمي كل ما بيطير معاك اسرع. انت لو عندك الاربع نسخ وهمي اساسي قصدي، ممكن يطير من اربعة اساسي او 5 اساسي، فاهم؟ كل ما زاد اساسي يعني نسخة اساسي بمقام 5 في كده. خش دلوقتي على 3 نقط بعد كده يصير الرقم غير محفوظ، وتحط الرقم اللي انت عايز تغيره قلبي كده بالشكل ده، وتعمل مسج هدخلك جوه الشات بتاعه. تمام، طب هتعمل ايه؟ هتجيب البند بقى اللي انت عايز انت تحذر بالله سيبلك طبعا في وصف الفيديو. تمام، تجيب كده البند وتبعته في قلب الشات. تمام تمام. البند طبعا هيكون مخفي بس عشان ايه؟ عشان الفيديو كده بس. اقسم بالله يا شباب البند ده شغال 100%. هو هيسيبكوا في وسط الفيديو، انا مش هحلف على حاجة يعني على فيديو ولا ايه ولا ده على ده. تمام، بس البند شغال. انا حاطط ايموجي عليه او البتاع اللي حاطط عليه ده. تمام، عشان بس ايه؟ حقوق طبعا النشر عشان الفيديو ما تحذرش. تمام، لما هاخد بقى البند كده النسخ وابعته كام مرة في قلب الشات. قعدت بتاع 5 6 مرات في قلب الشات. تمام تمام، بعد كده تطلع قلبي هنا بقى. طب هتعمل كام ابلاغ من هنا؟ هتيجي هنا بقى كده عند الريبورت بيزنس. طب هتعمل كام ابلاغ هنا دي كده؟ بص النسخه ديت اللي ما بتطلعكش بره الواجهه دي اللي انت بتعمل ابلاغ، ممكن تعمل ابلاغ كتير فشخ من هنا. تمام، طب هتعمل كام ابلاغ من هنا يا قلبي؟ هتعمل 50 إبلاغ بالظبط، مش أكتر ولا أقل. طب ليه 50 إبلاغ؟ ليه مش 20 إبلاغ ولا كده؟ بس البند ده متلغم بكده عشان إيه؟ عشان يطير سياسي. البند ده بيطير سياسي، مش بيطير إنتاج أو يطير عادي، لأ ده يطير سياسي. مش هخليه يتفك بعد كده، ولو اتفك مش حد هيعرف يفكه. اللي هو صعب جدا، أنا مطير الناس بقالي شهر ومش عارف أفكه لحد دلوقتي. تمام، ده بيطير سياسي. فاحنا ده انت عايز تطير بالبند ده، عايز تطير حد ما تخلوش يفتح تاني نهائي، ده تطيره بالبند ده. تمام، هتعمل بقى كام إبلاغ من هنا؟ تعمل 50 إبلاغ من هنا. تمام، طب هنعمل 50 إبلاغ بقى يا صاحبي وأجيلك تاني عشان الفيديو. طب يا حبيب أخوك دلوقتي عملنا 50 إبلاغ من هنا. بعد ما عملنا جاتلك 50 إبلاغ من هنا تاخد الرقم كوبي الأول برضه عشان تخش النسخة اللي بعدها، تخش جوه الشات تضغط هنا كده لا ريبورت وتفعل علامة الصح دي. تمام، وتعمل ريبورت الشات هتطير معاك كده، وأجيلك اللي هو الشات اللي أنت عملت له ريبورت وكده. تمام، أنت عملت له إبلاغ. تطلع من النسخة بقى ديت وتخش على النسخة اللي بعدها تعمل نفس الحوار. طبعا انت تشغل زر العكس، هتخش كده طبعا انت هتفعل زر العكس الاول قبل ما تحظر. تمام، هتخش النسخة تفعل زر العكس ده. تمام، تفعله وتخش على الشات بقى وتبعت البند عشان ايه؟ البند ما يروحلوش. تمام، تعمل كده، تخش جوه الشات بتاعه تحط البند. تمام، 3 4 5 6 7. تمام، وتطلع هنا هنعمل له ال50 إبلاغ بتوعنا. تمام، طبعا من ال50 إبلاغ قلب أخوك أجيلك تاني. تمام يا قلبي، دلوقتي عملنا ال50 إبلاغ بتوعنا. تمام، ناخد كده الرقم كوبي ونخش جوه الشات، نخش جوه الشات كده. تمام، ونعمل الإبلاغ بتاعنا ريورد، ونطلع كده من هنا تخش تعمل الحوار ده. ونشوف الرقم الأول اللي هو كان طاير ده، اللي هو قصدي شغال. شوف شغال ولا لأ عشان بس برضه متقولش الرقم كان شغال وبتاع والكلام ده كله. الرقم شغال اهو اهو.
الكود بيوصل للرقم عدد الرقم شغال تمام. ده قلبي تمام. نكمل بقى الحظر بتاعنا تمام. دلوقتي عملنا نسخة نشرات الفيديو بس، فانا اعمل من الاربع نسخ الباقيين قلبي تمام 50 ابلاغ من بره وواحد من جوه الشات وجالك تاني. طيب يا شباب دلوقتي خلصنا الابلاغات كلها 50 ابلاغ من بره او واحد من جوه الشات من كام نسخة؟ من 3 و3 6 يعني 6 نسخ بس تمام. شوف الرقم كده، الرقم لسه شغال طالما جايلك علامة اللي هو البيزنس كده تمام، دي يبقى الرقم لسه شغال. الكلمة دي هتتغير، دي هتتغير وتيجي بعدها لا كونكتد كده والرقم ده طار كده تمام. هنشوف الرقم دلوقتي معانا تمام كده. خش كده على النسخة. طيب الرقم لسه شغال، ناخد سكرين كده قلبي تمام ونستنى الرقم يطير معانا. طب الرقم هيطير في قد ايه؟ ساعة 2 3؟ لأ، الرقم هيطير في أقل من 10 دقايق يا قلب أخوك هتلاقي الرقم طار معاك تمام. انت ممكن تزود نسخ عادي بس برضه هيطير كده، هيطير وكده هيطير. طول ما انت بتزود في النسخ وتزود في الإبلاغات تمام الرقم هيطير معاك أسرع. بتقلل لأ متقللش تمام، انت بتزود بس، انت كل ما تزود هيطير معاك اسرع وبشكل اسرع تمام. دلوقتي البند ده شغال، انا مش هعمل اي حاجه تاني اقسم بالله ما هعمل اي حاجه تاني، اعمل لغايه النسخه ولا ابلغ من اي بند تاني عشان عارف الكومنتات بتاعتكم تمام. هستنى الرقم يطير معايا تاني قلب اخوك. يعني مش هقف الفيديو كتير، يعني اللي هو بتاع ايه، بتاع 5 دقايق بالظبط او 10 دقايق بالكتير قوي ولا الرقم ده طار معاك تمام قلبي تمام. هوقف الفيديو لحد ما الرقم يطير واجيلك تاني. طب اخواتي انا معلش جدا اللي انا قفلت الفيديو الوقت ده كله، الساعه دلوقتي 2 تمام. بس المشكله اللي انا كنت بره ولسه راجع حالا فبدات اصور فيديو تمام، لان معرفتش اصور فيديو بعد ما الرقم طار على طول، فالرقم طار ولسه دلوقتي بصور فيديو الجزء التاني تمام. فكان نشوف الرقم اللي احنا كنا بنطيره. فانا بس جبت النسخ التانية هنا، دي كلها نسخ مش حد يقول لي انت عكست تاني وبتاع، دي كلها نسخ بس عشان انا بلغم فاهم فبحتاج النسخ دي كلها تمام. دي مالهاش دعوة، اقسم بالله انا ما عكست غير من ال6 دول بس، يعني انا مش مضطر ان انا احلف عشان حد يصدقني تمام. خش كده على النسخة. طب الرقم اللي احنا كنا بنطيره فين؟ هو ده الرقم. طب الرقم ده يا صاحبي شوف اللي هو التالت اهو، يعني الرقمين دولت انا طيرتهم بعده، يعني انا عكست على الاتنين دول بعده. تعالى كده نشوف الرقم طار ولا لأ. الرقم ارجع شوف الفيديو برضو تمام. خش على نسخة اعمال، مفكم متابعة، نحط الرقم كده يا قلبي طاير معانا اعمال اهو. يلا فريق الدعم اهي، مش حد يقول مفيك النسخة والكلام ده كله انا عارفه. ادي الرقم طار. طب نشوف الرقم اللي بعده اللي انا عكست بعده برضو، ده رقم شخص تاني اهو طار، بس ده طار اعمال برضو بس عشان انا ما كنتش مكتر في الابلاغات فطار اعمال بس فاهم. طب نشوف الرقم التاني اللي انا عكست عليه برضو. بص يا قلبي ده، طب ده ايه الفرق بقى؟ التاني ده طار متجر وعمل تاني طار اعمال بس لان انا عكست كتير من نسخ اكتر فطار اعمال ومتجر. كل ما انت هتكتر في النسخ كل ما الرقم هيطير اصعب ويطير المتجر واعمال. فانت كتر لسه نفسك والرقم هيطير معاك متجر واعمال باذن الله تمام اخوك. رقم كده طار اهوت، والرقم اللي احنا كنا بنطيره في الاساس طار معانا في قلب الفيديو كده ببند شغال. هسيب لك في وسط الفيديو كل حاجه تكون في وسط الفيديو. متنساش تشترك في القناه، قدرني خش في قناه تليجرام بحذر هناك برضو. والسلام يا اخواتي.